حفظكم الله. يقول السائل: نرجو توضيح الأدلة التي تدل على وجوب تغطية الوجه للمرأة. الأدلة من القرآن والسنة: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب هو ما يستر المرأة من ثوب أو جدار أو باب. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب فيه منع لأذى الفساق، ما يطمعون بها، إذا تحجبت لا يطمع بها الفساق والمنافقون، وإذا كشفت طمع فيها الفساق والمنافقون. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، فأخذ طرف ثوبه ووضعه على وجهه، بين أن هذا معناه غطاء الوجه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك. نعم.